أي نجاح في الدنيا تيكون موراه سبب وعمل شاق باش توصل ليه. وفي هاد الدوكيومنتري هذا غادي ندير لكم فلاش باك لكيفاش بدات سارة انجليش. في الثانوي ديالي كنت كنحماق على شي حاجه سميتها لونجلي وهذا، ولكن كنت بحال بزاف ديال الناس ما كنت كنفهم فيها حتى شي حاجه. وهنا في الثانوي كان غادي تخلق السبب الاول اللي خلاني نتقاتل. كان ديك الساعه تيقريني واحد الاستاذ في لونجلي اللي كان دايرني ضحكه وسط القسم حيتاش ما كنتش كنهضر نهائيا باللونجلي. وفي ديك اللحظات ووسط داك الاحراج كله كنت واعدت راسي، قلت غادي نتعلم هاد لونجلي بالزز. مع انني ديك الساعه كنت لاقيه راسي دايخه وسط واحد الشعبه اللي ما عرفتش اصلا علاش درتها، اللي هي علوم وتكنولوجيا الميكانيك. واخا هكاك رجعت تكونسونطريت، ركزت وخدمت مزيان على لونجلي ديالي. من بعد ما نجحت في الباك تسجلت في لافاك ديال القاضي عياض في مراكش ودرت الدراسات الانجليزيه. ديك الساعه الاس ان كانت جاتني صعيبه بزاف لدرجه فكرت انني نكيتي ونخلي كل شيء، ولكن نصحاتني الوالده ديالتي باش نكمل. المهم اللي صرا غنسول من بعد الباك ابخي البكالوريوس يعني على فاك. يعني اشكون تفكرت الاول باش تسكر اولا بعدا لونجلي. درس باك تكنيك اللي غتسكر لونجلي، ولكن على الاخر ورتبه ماشي ورتعجب وين منك يوش كدي قاصح هردي تاش كاستيميدي مرتيني ماما كي حقا يسرد بدلاخ الشعبه كتنفرد في الفلسفه، وخا الفلسفه انت ترقص تخدم مي وصلت تسكر يعني مني غاسني كيشوف يخصك اغار تسكر اغار زيد تيمي كتيم يعني يلا حت بديتي انا يعني يوسف قوسي غا كيف ماشي مشكل تحاول تجرب ماشي مشكل. المهم تحاول لان انت تغيكنا ديال المهم خسرتي ديال الهدفات اللي تروح الصراحه عرفتي تروح ماشي حيت قايل لي فوالا المهم مي ابخي يعني الفكاكيس مزيانه، ولكن غير اللي انت خفتيه الحاج يعني راه داك التفيا سورت خفتي داك الاتساع ايوا ستي الصراحه ربي يستحفظ ربي. من بعد النصيحة ديالتها صراحة قلت لا 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 لا، غادي نخدم مزيان على راسي وغادي نشد الإجازة ديالتي وغادي نشدها بالمونسيون. والحمد لله داكشي اللي وقع بفضل ديال الله سبحانه وتعالى، بفضل ديال الوالدة ديالتي اللي كانت ديك الساعة نصحاتني. وكانت ديك الساعة كان تيكون الشقة في الدار وهذا، وكانت كتقول لي لا لا بنتي ما تشقايش ما ديري حتى حاجة، سيري انتي هي حفظي انتي ركزي غير على قرايتك. وبالفضل ديال الاب ديالي حتى هو ديك الساعة اللي كان اي حاجه اي كتاب بغيتو كيمشي كيقلب عليه وكيحضرو كيجيبوا ليا. كنت قلت ليه بغيت ندير ديكور في سونتر امريكا، وكان ديك الساعه شويه غالي داك سونتر، وحنا ما كناش زعما ما كانش هو ميسور الحال ولا، ورغم ذلك دخلني لداك السونتر. من بعد قلت ليه بغيت ندير تكوين ديال علوم التربيه، قال لي مرحبا ودار تيخلص عليا تقريبا ديك الساعه ما بين 25 الف ريال حتى 30 الف ريال في الشهر. ما كناش ميسورين الحال، وكان تيحيدها من دمه كيحيدها من لحمه وتيحطها ليا انا باش نقرا. الحمد لله قدرت انني نشد ليسونس بالمونسيون. وهنا فاش ديت لا ليسونس ديالتي تفكرت داك الاستاذ وقررت انني غادي نقري لونجلي بالطريقه اللي غادي تخلي الناس يبغيوها ماشي يكرهوها. من بعد هذوك دي فورماسيون ديال التدريس وهذا بديت في هذا الحلم. اول مره كنت بديت فيها في واحد البرايفت سكول، كنت بديت كنقري التلاميذ الانجليزيه بواحد الطريقه اللي كنت كنتمنى كون قريتها بها. وهذا الشيء عرفته صراحه ملي كنت كنتلاقى مع الاباء ديالهم، كانوا تيجيو عندي وتيقولوا لي راه ولادهم ولاو تيحبوا هاد اللغه هذه. من بعد كان جا واحد العام اللي جاوني فيه بعض ديال الظروف اللي خلاوني نحبس الخدمه في هذيك المدرسه. ومن بعد ما حبست كان عندي واحد الفراغ كبير بزاف، وهنا بداو الملامح ديال سارة انجليش كتبان. كان ديك الساعه الزوج ديالي كان واثق من القدرات ديالي في هذا المجال، كان كيقول لي شوفي سارة، بدل ما تقري 30 واحد في القسم علاش ما تقريش الدراري من المغرب كامل. وهنا فين تكريات لاشين في يوتيوب باسم سارة انجليش. ديك الساعه في 2020 كنت كنفرح باول وتاني وثالث واحد كيتابونا عندي في لاشين. كنت كنقول ناري ما يمكنش، واش هادشي بصح النيت غادي يصدق ولا ما غاديش يصدق. في الاول فاش ساره كريات شين يوتيوب ديالها كانت كل نهار مبرزطاني،
ها ابوني تزاد، ها 2 ابوني، ها 3 الفيوز. كانت ديما كتشاركني الفرحه ديالها، ولو غير واحد اللي يدخل ولا 2 اللي يدخلوا عندنا في القناه ديالها. وبديت ديك الساعه صافي بديت كنخدم على هاد السميه ديال ساره انجلش فور فري. كنت كندير دي لايف، كنت كندير دي فيديوز، كنت ديما تنحاول نخلي راسي اجور باش نقلب على دي ميثود اللي نوصل بهم الدروس بواحد الطريقه اللي فريمون بسيطه اللي زعما اي واحد يقدر انهم يفهموا. وهنا بدات المرحله الثانيه واللي هي صفحه في انستغرام. باقي كنعقل صراحه ديك الساعات اول لايف كنت درته في انستغرام كانوا فيه 15 واحد كان تيتفرج فيا، ومن بعد راه وليت وصلت حتى ل 17 واحد كيتفرج فيا في اللايف. كان ديك الساعه قبل الوطني. وليت تنخدم بزاف، خدمه بزاف كندير دي زيكزامبل ديال تمارين، كنصاوب وطنيات تجريبيه، كنت كنكتب انا النصوص بالقلم ديالي، يعني ماكشي كنت كنهزهم من شي بلايص اخرين. يعني من كثرت هاد الخدمه هادي كاملها ولا عندي واحد الحدس ديال شنو يقدر يتحط في الوطني، لدرجه انه كاع الناس اللي حضروا الوطنيات زعما اللي فايتين من نهار بديت كانوا فاش تيخرجوا من الوطني تيسولوني استاذه واش نتي اللي حطيتي الوطني؟ سارة انجليش، اقسم بالله استاذي اللي درتي لنا المعجزه اليوم فريمون. داك اللايف اللي تفرجنا فيه والله ما يمكن. عرفتي راه مشينا للوطني جوبونس ضرب عليه اللايف بان لك الله والله حتى داك الشيء اللي خدمتي معانا راه ما يمكنش، راه واحد 75% غير من داك الشيء اللي قلتي لنا، سواء على الباراغراف، سواء على الريبورت سبيس، سواء على الكونديشن تايب 2 تايب 3. ما يمكنش والله استاذي اللي كنشكرك بزاف. صراحة هاد لي ميساج هادو والله حتى شويه من بزاف حيت صراحة البليزير ديالي من هاد الشيء هذا كامل هما فاش كيوصلوني بحال هاد لي ميساج، بحال هاد لي كومونتير ديال الخير فيهم دعاوي ديال الخير ديال اي واحد كنت عاونته، ولو هي بشويه، ولو هي بكلمه جديده عليه، ولو هي بقاعده وحده، المهم ولو غير بشويه. وهذاك الفراغ اللي كان عندي فاش كنت حبست الخدمه من ديك المدرسه كنت عوضته بالخدمه مع التلاميذ اللي معايا في العرض حتى كيدوزوا كاع الاستدراكي. يعني كنت كنعطيهم وقتي كامل من الصباح حتى الليل. وهاد الدوكيومنتري هذا درتو ودويت فيه على راسي وانا في نص الطريق، وبغيت نقول اني باقي مازال ان شاء الله غادي نوصل لكاع داكشي اللي كنحلم به.